السلام عليكم بنات كاملين، لاباس بخير؟ نتمنى الله تكونوا بخير ولا خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو صليوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفيديو ديال اليوم مختلف نوعا ما على الفيديوهات السابقه، فيديو كله حماس وطاقه ايجابيه باش نهرسوا شويه ديال الروتين، نعطيكم شويه ديال الحماس باش نتحمسوا جميع ونفرحوا بالقليل وباللي عطا الله وباللي متوفر عندنا. نخرجوا من الدار باش نغيروا شويه من النفسيه، نخرجوا شويه من الكوزينه واخا غير نجريده قدام الدار، نزوروا العائله، نتمشاو شويه، نبدلوا المدينه. مهم باللي نقدروا عليه، مهم نخرجوا من الدار، ما نبقاوش جالسين في الدار، نبعدوا شويه من التليفون ومن الطاقه السلبيه، الضغط ديال الحياه وديال العمل. مهم الروتين ديال الايام العاديه نفسه واحد شويه باش نبداو يوم جديد وكله طاقة وكله حماس وكله نشاط. ودابا نبدا معكم اول حاجه غادي نبدا بها هي الفطور. الفطور هنا اختاريت نوجد معكم جوج ديال الانواع ديال الفطور اللي صحيا بلا سكر بلا نشويات باش نحافظوا شويه على الصحه. هنا اول وصفه غادي نشارك معكم هي الوصفه ديال الشوفان، فطور اللي كيجي صحي بلا سكر وبلا نشويات. ونبداو على بركه الله. هنا كناخذ واحد الكميه ديال الشوفان اللي كنعملها في واحد البول، وكنضيف لها الحليب اللي يكون غليان. كنغليو الحليب وكنكبوه على داك الشوفان، ومن بعد كنضيفوا اي فواكه متوفره عندي، اللي متوفر عندكم عملوه. انا هنا عملت الكيوي، عملت ديك الفواكه الحمراء، الفواكه البريه والبنان. وبالنسبه للتحليه باش نحلي ما عملتش السكر، عملت العسل. هاد الوصفه هذه تقدروا تديوها معكم الخدمه، وليداتكم اذا في الجامعه كتعملوها في ديك البواطه ديال الزاج كما كتلاحظوا معايا، تعملوا في واحد البواطه الزاج وكتديوها معكم الخدمه او المدرسه. المهم الجامعه، المدرسه ما كيصلحش حيت كيكونوا العيال شويه صغار. بحال دابا بنتي للجامعه او لا انا كنديها معايا الخدمه، المهم كيجي واحد الفطور اللي صحي ومزيون وبلا سكر بلا حتى حاجه وكامل متكامل ومغذي. وهذه الوصفه الثانيه حتى هي ديال الفطور، حتى هي مزيونه بزاف. كناخذ هنايا السبانخ اللي كنقطعو، كنغسلو كنقطعو غليظ، ما كنشحو ما والو، كيبقى هيداك خضر كما هو، حيت دغيا كما كنعرفوا السبانخ دغيا كيطيب. وكنضيف له البيض، كتعملوا الكميه اللي غادي تناسبكم، لا د البيض ولا السبانخ. ومن بعد كنضيف واحد شويه الابزار وشويه الملحه. كناخذ واحد المقله كنعمل فيها زيت الزيتون، وكنصب داك الخليط اللي وجدت ديال البيض. اومليط، كيجي اومليط عادي ديال البيض والسبانخ. المهم كتجي هاد الاومليط هذه كتجي رائعه مزيونه بزاف. حتى هي عاوتاني تقدروا ديروها معكم الخدمه، تعملوها بوكاديوس لوليداتكم المدرسه اللي كيعجبهم السبانخ بطبيعه الحال. المهم انا بنتي الكبيره كيعجبها السبانخ، كتعمل بزاف هاد اومليط، وحتى انا كيعجبني. كنديه معايا الخدمه. المهم كتلقى راسك شبعانه نهار كامل، لا هاد الوصفه هذه ولا ديال الشوفان. كتلقى راسك نهار كامل وانتينا شبعانه، تقدر تغدى معطله ماشي مشكل. المهم كنخليها كطيب، كنغطيها بواحد الغطاء وكنخليها حتى كطيب داك الاومليط. وكنضيف له هنا الجبن اختياري، تقدروا تعملوه تضيفوه ولا ما تضيفوش. كتعملوا واحد الكميه ديال الجبن وكنخليه حتى كيدوب. هانتوما موجدين واحد الفطور اللي رائع مزيون بزاف، مع واحد الكاس اتاي، فطور روعه. شوفوا معايا كيفاش كتجي. كتجي واحد الاومليط اللي رائعه مزيونه بزاف وسهله بسيطه ومغذيه. ودابا غادي ندوز باش نوجد معكم الغدا اللي غادي نعملو بزاف باش نخرج، باش ما بقاش في الكوزينه. اول عملت هنايا، خديت واحد الكميه ديال اللحم،
هذا هو. المهم غدا الا بغيتي الزابه هو هذا دغيا كيوجد. كناخذ اللحم الكميه اللي متوفره عندكم. كنعمل العطايه هنايا ابزاز، كنجبر العطايه اللحم ملحه على حسب الذوق، الكركم، واحد جوج حبات ديال المسكه الحره، والعطايه ديال اللحم وسكنجبير، وكنخلطها بواحد شويه ديال الماء. كنخليها غير واحد المده. المهم حيت انا كنت مزهوبه خليتها غير واحد شويه كتشرب داك التوابل، وكندوز باش نطيبها. واذا كنتم مزهوبين شي خليوها مده اللي تقدروا باش كتشرب داك اللحم داك التوابل. هنا في واحد الطنجره خديت البصله اللي حكيتها مع واحد جوج فصوصه ديال الثوم، واحد ربيطه ديال القزبر والمعدنوس، ومعلقه ديال السمن حار. السمن حار كيعطي واحد المذاق رائع في اللحم. كنعمل اللحمه ديالي، كنضيف لها زيت الزيتون، كنخليها كتشحر، وكنقص لها من النار، وكنخليها كطيب على نار اللي هي مهيله، بلا طنجره الضغط، بلا حتى حاجه، وبلا ما. كتبقى طيب غير في ديك الماء اللي كتطلق. هي كتجي واحد المريقه اللي معلكه خاطره وبنينه، ولكن النار تكون مهيله. المهم غادي نعمل الطيب وندوز باش نوجد معكم الباقوق، حتى هو غير بواحد الصعيده. هنا الباقوق اللي غسلته بطبيعه الحال وعملته في واحد شويه ديال الماء حتى كيغلى، حتى كيطيب واحد شويه، ومن بعد كنضيف له القرفه، شويه ديال السكر ديما كيبقى على حسب الذوق، وشويه ديال المزهر، وواحد معلقه صغيره ديال الزيت، وكنخليه حتى كيطيب. المهم دغيا كيطيب، ما كياخذ شي وقت. وهذه هي المريقه ديالنا. من بعد ما طابت الحيمه كتجي كما كتلاحظوا في حله محمره طايبه، زبده بلا ما بلا حتى حاجه، كطيب غير. ولكن خص النار ضروري. الماكله باش كتجي بنينه خص النار تكون مهيله، وبلا ما نحتاجوا طنجره الضغط. هذه ديك المريقه ديالك كي كتجي معلكه وغير واحد شويه، يعني ماشي بزاف المرقه، ولكن ديك المريقه معلكه وخاطره مزيونه. وهذا هو الطبق ديالنا. كنزينو بواحد شويه ديال اللوز ايفيلي، وشويه ديال اللوز اللي قليته في الزيت، صافي. اللهم اديم على نعمه حفظ من الزوال. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وندوزو غادي نخرجكم معايا واحد شويه، نفوجوا واحد شويه، نساو واحد شويه، ونبدلوا الجو، ونخرجوا شويه من الكوزينه. واللي كتصادف قناتي لاول مره كنقول لها مرحبا بك والف مرحبا. متتبعات القدام داركم مرحبا بكم. وما تنسونيش من واحد لايك واحد تعليق من عندكم خارق لي باش تشجعوني وتحفزوني باش نزيد نعطيكم اكثر واكثر. وجزاكم الله كل الخير. مشينا للبحر، جلسنا واحد شويه في البحر حيت كانت العشيه. جلسنا قدام البحر. هنا واحد المدينه مزيونه هنايا في اسبانيا، كامبريلز، بعيدة على المدينة فين ساكنة أنا غير واحد شوية، واحد 20 دقيقة هيدا وقيلة، ولا 15 دقيقة، ماشي بعيدة بزاف. مهم كنمشيو ولا بالطوموبيل، وفيها البحر. كنمشيو كنتمشاو تما. المهم واحد المدينة اللي مزيونة، هي مدينة صغيرة ولكن مدينة سياحية بامتياز. كيجيو لها السياح من جميع أنحاء العالم، معروفة عالميا هذه المدينة. هذه مزيونة نقية صغيرة وفيها كل شيء متوفر. المهم بدلنا واحد شويه ديال الجو وصافي، ورجعنا للدار. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واحد شويه، وبدلتوا معايا شويه من الروتين ديال ديما بهاد المناظر هذه الطبيعيه، وهاد البحر، وهاد المهم مناظر اللي مزيونه. المهم خرجتكم معايا غير باش تبدلوا حتى نتوما الجو معايا وصافي. نتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنساونيش من واحد لايك، اشتراك وتعليق اذا عجبكم الفيديو. خليتكم في امان الله، والى فيديو مقبل ان شاء الله.